هسه قد البعض يتصور الرجولة، مع احترام يعني كل الحاضرين، يتصور الرجولة عضلات ورمي وضرب وعريك وبوكسات. ترى مو هاي الرجولة. وكون واحد سبع وفات العضلات مصرف رداناته و24 ساعة يمعط هذا ويدق ذاك. ترى مو هاي الرجولة، مو هاي الرجولة. مو أنا اللي أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليس الشديد بالسرعة، الشديد الخوزلمة الرجال قوله تهنى المعتبر المعدل اخو خيته، مو بالسرعة، مو ألويك وتلويني، لا، إنما الشديد من يملك نفسه ساعة الغضب. ساعة الغضب أنا أعرف شلون أملك نفسي. يكون من يخطئ بحق واحد وأني أقدر له أعفو عنه. هاي من مكارم الأخلاق، هاي من الرجولة. مكارم الأخلاق في ثلاثة منحسرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. اعفو، اصفح. تقول أنا أوالي علي بن أبي طالب؟ يا علي بن أبي طالب كان يعفو وكان يصفح، يشتم ويسب، ويجي واحد يقول له: تعال أنت هذا المر منا من ساعة شتمته ليش؟ قال له: والله ما عجبني شتمته. قال له: أنت عرفت هذا اللي شتمته منو؟ قال: لا والله ما عرفته. قال له: هذا يقدر مو بيده، هذا يجوز بصبعه يدفنك بالقاع، ممكن يجي. بعد لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت مدبرة. التاريخ يقول أجمعت العرب على أن الفرار من الحرب عار، يعني إذا أنت زلمة وبالمعركة تشرد عيب عليك، عار، إلا إذا شردت من سيف علي بن أبي طالب يعني تخوز زلمة. أجمعت العرب على أن الفرار من الحرب عار إلا من سيف علي. قال له: أنت عرفت هذا اللي من ساعة تشبيته وشتمته من هو؟ قال له: ما عرفته. قال له: هذا يقدر يقضي عليك، هذا يجي بإيده هالشكل ينشك مثل البقة يقتلك. قال له: هذا لابس العباية مشققة ولابس لنعال مخيط 60 مرة. قال له: ايوه هذا. منو هذا؟ قال له: هذا علي بن أبي طالب. هذا الرجل بهت قوم. أنت متأكد لو جيت الشاقة؟ قال له: والله هو هذا علي بن أبي طالب، هذا اللي شتمته. اي والله علي بن أبي طالب. قال له: أوقف يا روح، ما بعد ايش روح هسه، ما أدري من الحب ومن الخوف. قال له: بس دليني وين أدى لحقه أعتذر منه، خاف يشوفني باشر عقبه ويسوي بي الكوارث. قال له: لا ما يسوي لك شيء، أمن. قال: دليني. قال: طلع منه ورا شفتوه وصل المسجد الكوفة. طب لقى علي بن أبي طالب يصلي، وقت الصلاة بعده مو صاير، واقف يصلي. جثى على ركبتيه، خلص صلاته، التفت هالشكل. الرجال ايش قال له؟ قال له: سيدي يا أمير المؤمنين والله ما عرفتك، أنا أرجو المعذرة من عندك. قال له: ليش تطلبني؟ أنت منو؟ أنت مو على بالي أصلا. قال له: سيدي أنا شتمتك من ساعة على قارعة الطريق، أنا اللي انهاليت عليك بالسب. قال له: وأنا دخلت المسجد صليت إلى الله كي يغفر لك. أنا صليت ركعتين حتى الله يغفر لك، أنت اللي شتمتني بدون ما أعرفك. فهوى على رجل الإمام يقبلها. شوف، هذا أمير المؤمنين، هذا أخلاق علي بن أبي طالب، هاي أخلاق الإمام الحسين. ذاك الإمام الحسن يدزون جماعة، ما أريد أن أذكر اسم، أكو عنوان عندي بس خليه مو ضروري. المن ينتمين عرفه، قال له: هذاك الحسن بن علي بالمدينة، روح بيكم ما تجور على الحسن بن علي. هذا هم اجى صار قبال الإمام الحسن، أول ما شتم علي راح ورجع شتم فاطمة، راح ورجع شتم الحسن، راح ورجع سب شتم. جماعة الإمام الحسن أصحابه داير مدايرة، خلوا يديهم على مقابض سيوفهم. الإمام الحسن سوى لهم لا، عوفوا. اجى منك يريد يشتم، الإمام الحسن عاجله بالكلام، قال: يا رجل أراك أفضت في شتمنا، هواية شتمت علينا، إن كنت ضالا أرشدناك، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عريانا كسوناك،
إن كنت صاحب حاجة قضيناها لك، زرنا تجدنا كراما طيبين. انت راح نخوش اوادم ما يستاهل تشتمنا. وبروح ابوك لو اطلع هسه اشتم لي واحد بيني وبين امانه الله، او واحد منكم خليه يقوم يشتمني، شو تقولون؟ مو انا قلت لكم لا احكي عليكم، احكي على نفسي. اسكت وانتم اكو واحد يسكت من عندنا، شو تقولون؟ عوفوني انا وانتم بينات هالوادم، واحد يغلط على واحد يسكت. حضر المضيف، جيب الشيخ، رد فلان، جيب علان، هذا شكوى، هذا دعوة، هذا. بينما هو واحد لو يحط بعقل الرحمن شوية يهدأ. أحسن بالأخلاق، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. احسن للوادم، اعفو عنه، راح يجيك ندمان. ليش سامع واحد يقول لك والله لو ما قايل لي هالشكل لو ضاربني 1000 سكينة بقلبي ولا هاي الكلمة الطيبة اللي قلتها لي بهالطريقة. هذا اللي شتم الإمام الحسن، اجى الإمام الحسن عقب ما قال له اذني، حط ايده بإيده، جابه للمضيف، قعده. بعد كرم الإمام الحسن، كريم آل البيت صلوات الله عليه يعني. فرشوا السفرة، قال يلا تفضل، ما لذ وطاب، أكل شبع قام. هذا لو الإمام الحسن شاتم عليه 100 مرة مو أحسن ما يسوي له هيج؟ لو ضاربه مو أحسن ما يسوي له هيج؟ رجع الإمام الحسن صار قباله، شاف هذا الوجه النوراني الملائكي، بكى، دنق على ايد الامام سحبها، قال له لا استغفر الله انت ضيف. يقول قال له يا سيدي دخلت الى المصر يعني المدينة، دخلت الى المصر وابغض الناس الى قلبي انت وابوك، والان راح اطلع من المصر واحب الناس الى قلبي انت وابوك. بمن؟ فطالما استعبد الإحسان إنسان. بالإحسان يا جماعة الخير، بالأخلاق. خلونا نتراحم، نحوي من مدرسة الحسين أو نحصد من مدرسة الحسين الحب، التسامح، الألفة. شكت ما تنقت السرائر ونظفت النفوس ودعتكم. لا نحتاج مظاهرات ولا نحتاج هوسة ولا نحتاج احتجاجات. هو الله سبحانه وتعالى يجيب لنا الوادم الأشراف اللي يحكم ويرعى حق الرعية، ويغير الله سوء حالنا إلى حسن حال، بس كون السرائر تتنقى شوية، النفوس تنظف، المعاملة تصير على معاملة حقيقية.